فضلا إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك ليرى الجميع عدد كبير من المسلمين في هذا الفيديو. السلام عليكم. عجوز مسلم لقن الرئيس الفرنسي درسا قاسيا أمام جميع الناس وكاد أن يضربه. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا اللايك ليرى الجميع أكبر عدد ممكن من المسلمين في هذا الفيديو. تظاهر بالأمس عددا كبيرا من الفرنسيون ضد الرئيس ماكرون في مدينة تاولون الفرنسية، حيث نزل عددا كبيرا من الفرنسيون واحتجوا ضده لأنه سببا رئيسيا في تدهور الاقتصاد الفرنسي بعد مقاطعة جميع العرب للمنتجات الفرنسية، الأمر الذي سبب خسائر فاضحة لفرنسا وللاقتصاد الفرنسي. فبينما كان الفرنسيون يتظاهرون بالأمس، فإذا بالرئيس الفرنسي يأتي بسيارته في محاولة منه لتهدئتهم، وبالفعل استطاع الرئيس ماكرون تهدئة الكثير من المتظاهرون وأصبحوا يهتفون له بعد أن كانوا يهتفون ضده. ثم مر الرئيس ماكرون على رجل عجوز ويا ليته ما مر عليه. هذا العجوز كان غاضبا جدا من الرئيس ماكرون، فبعد أن اقترب الرئيس ماكرون منه قال له العجوز: أرجوك انصرف، لا تتحدث معي. فقال له ماكرون: لماذا؟ فقال له العجوز: لأنك أسأت لديني، أنا من أصول عربية. فقال له ماكرون: إذن فأنت مسلم؟ فقال له العجوز: نعم، وفخور بأنني مسلم، ونبيي الذي تسيئون له أفضل منكم، وأنت كرئيس لا تمثلني. فحاول الرئيس الفرنسي أن يطبطب عليه، ولكن العجوز أزاح يده بعنف وكاد أن يضربه، ثم قال له: قلت لك انصرف. الجدير بالذكر بأن الخارجية الفرنسية بالأمس دعت جميع الدول الإسلامية على عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، ولكن الرئيس الفرنسي مصر على استفزاز المسلمين، فقد قال بالأمس أنه سيأمر الحكومة الفرنسية بتعليق الصور المسيئة للرسول في جميع ميادين فرنسا، الأمر الذي أغضب جميع المسلمين والعرب أكثر. وأخيرا، هل تتوقعون متابعين الأحباء بأن الرئيس ماكرون سيسقط قريبا؟ وهل تتوقعون سقوط الاقتصاد الفرنسي؟ سننتظر إجاباتكم في التعليقات.